بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدردش معاكم شوية في موضوع التمريض. أولا يا جماعة الخير، بس عشان الأمور تكون واضحة وشغل الفلسفة اللي بيحصل والناس بتقعد تتمادى في التدقيق ويقول لك أنا عندي واسطة ومش هجيب واسطة والكلام الفاضي ده. أولا التمريض أنا بتكلم عندنا في ديروت بالنسبة لمنفلوط والقصية وديروت. التمريض عندنا أولاد وبنات ما فيهش أي وساطة. لو جبت مين ما فيهش أي وساطة، عشان بس الأمور تكون واضحة. ما فيش وساطة في المجموع ما فيهش وساطة. وما فيش حاجة. ولك الفاضل اللي انت بتسمعوه ده والورقة اللي نازلة من الوزارة، وزارة ربنا يصلح حالها، ان في مرحلة أولى وثانية وثالثة. للأسف احنا من الغش المجاميع عندنا عالية جدا. فهم بيكونوا مثلا 40 طالب و40 طالبة، او 35 طالب او 35 طالبة. ده اللي بيتاخد سنويا عندنا، يعني تقريبا 80 طالب وطالبة. طيب انا عندي كم مجموع في الثلاث مراكز بياخد من بيدخل تمريض؟ بص، المرحلة هي بتبقى تقريبا بتبقى مرحلة واحدة بس، ما بيبقاش في مراحل تانية للأسف يعني. عشان الأمور تكون واضحة، ده كل سنة بنعاني من نفس القصة، وما فيش حلول من الوزارة ولا في حلول من الإدارة نفسها من أسيوط إن هو يكون في زيادة في الفصول أو يعني أنا ما أعرفش إيه الداخل جوا الوزارة، أنا ما أعرفش يعني. بس انا بكلمكم على الواضح، مفيش وساطة في المجموع. عشان ما تغلبش روحك قدم في ثانوية عامة او قدم في اي مدرسة تاني، عشان بس ما تخشش في مشاكل بكرة وبعده وتقعد تقول انا هدور على واسطة والكلام ده كله. المجموع اللي بيروح تمريض من 280، اسمع، من 280 لحد 278، وممكن ما تنزلش اقل من 279. وانا قاعد وانتوا قاعدين. ان المجاميع نزلت عن كده في تمريض ابقى حاسبوني، لان كل الناس مهالة على التمريض عشان هو وظيفة. وللاسف الشديد بيجي بياخد من اعلى من، يعني الواحد بيستغرب ان التمريض اللي الناس ما كانتش بترضى تدخله زمان بيجي بياخد اعلى من ثانوي عام. ما هي دي المصيبة، هو ده الفشل في التعليم عندنا. ان التمريض اللي ما حدش كان بيرضى يدخله زمان اصبح النهارده بياخد اعلى من الثانوية العامة، اعلى مجموع بيروح تمريض للأسف. عشان تعرفوا ان احنا عندنا التعليم يعني يلا، بس عشان الناس تقعد ايه، ما حدش يقعد يتفلسف وما حدش يقعد يخترع وحد يقول لك ده فلان دخل وفلان عمل وما فيش الكلام ده. المجموع ما فيهش وساطة عندنا، ما فيش وساطة في تمريض في المجموع. اي حاجة تاني ممكن اقول لك الواسطة ما تتدخل، انما المجموع لو جبت مين مستحيل. لان في ناس كتير بتشتكي، وفي ناس كتير بتبعت فاكسات، وفي ناس اللي بيكون ابنه جايب مثلا مجموع كويس بيشتكي وحقه. لو مسكوا ثغر على اي موظف او اي موظفة هتروح ورا عين الشمس. عشان الامور تكون واضحة، مفيش وساطة في مجموع التمريض. عشان الامور تكون واضحة قدم على مدرسة تانية وتالتة ورابعة بس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.